السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايس كريم اقتصادي جدا. طعمه حلو قوي. كمان زي ما انتم شايفين المطه بتاعته روعه. كل حاجه يعني ان شاء الله هقدمها في الفيديو ده. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكومنت حلو بقى منكم علشان يشجعني اقدم وصفات جديده. معايا أول حاجة هنستخدم هنا كبة. ممكن كمان تستخدمي خلاط لو مش متوفر عندك. هنضيف ربع كوباية من السكر البودر، وعليهم ربع كوباية من الكريم شانتيه البودر. وهضيف يعني أقل من نص كوباية من الحليب ب3 معالق كبار. هنا معايا 350 جرام من الفراولة. الفراولة دي مجمدة. لو عندك اللي هي الفريش هتغسليها كويس قوي وتنضفيها وتحطيها في الفريزر. لازم الفراولة ما نيجي نعملها في الايس كريم لازم تبقى مجمدة. هبتدي اني اضربها بقى كويس قوي لحد ما الخليط ينعم معي. طبعا كل المقادير ان شاء الله اكتبها لحضراتكم في صندوق الوصف، لو حابين يعني تشوفوها. هنضرب بقى اهم حاجة ان احنا ننعم خليط الايس كريم ده كويس جدا. لازم ننعمه قوي. كمان الايس كريم ده يعني احلى حاجة فيه ان احنا هنعمله وبعد ساعة بالظبط هناكله. يعني مش هنستنى بقى 24 ساعة ولا 12 ساعة علشان ناكله. هو ساعة واحدة بس. بصوا ده القوام بتاعه. هنبتدي ان احنا نفضيه في علبة بقى ونحطه في الفريزر ساعة، وهنبتدي ان احنا نطلعه ونشكله. انا سبته 4 ساعات، بس انا يعني قلت بقى على ما اخلص الغدا ونتغدى يعني وبعدين طلعته. لكن هو بعد ساعة واحدة بس هتبتدي انك تطلعيه وتاكلي منه على طول. هبتدي اعمل نوع تاني المانجا. معايا ربع كيلو من المانجا. هبتدي اضيف عليها 3 معالق كبار من السكر البودر. وطبعا السكر على حسب رغبتك. انت بعد ما بتعملي هتبتدي انك تدوقيه. لو محتاج سكر هتبتدي انك تزودي كمان نص معلقة لمعلقة. هضيف كمان، او انا ضفت هنا في الاول 3 معالق كبار من السكر البودر، وكمان 3 معالق كبار من الكريم شانتيه البودر. وضفت عليهم ربع كوباية من الحليب. هبتدي اني اضربهم كويس. بعد ما بضربهم هلاقي ان قوام المانجا خفيف قوي، فهبتدي اني ازود معلقة وبرضو هضربها. هلاقيها برضو ان هي محتاجة تاني فهزود كمان معلقة. فهنا المانجا خدت 5 معالق كريم شانتيه بودر، و3 معالق من السكر البودر، وكمان ربع كوباية من الحليب. فانتي في الاول تضيفي 3 معالق من السكر البودر، ولو لقيتي ان القوام مظبوط زي ده كده. احنا هنا لسه هنضيف سكر بودر. هوريكي القوام في الاخر. لو القوام زي ده بالظبط فهتزودي معلقة. لو لقيتيه مظبوط فما تزوديش خالص عن ال3 معالق اللي انا قلت عليهم. بصوا هنا كمان حاسة ان هو محتاج شوية فهضيف عليه كمان معلقة من الكريم شانتيه. طبعا انا مش بزود سكر، السكر كان مظبوط جدا. احنا مش عايزين يعني الايس كريم يكون مسكر قوي، فيعني ناكل معلقة ونحس ان احنا مش حابين ان احنا ناكل منه تاني. احنا عايزين السكر مظبوط وكمان القوام كريمي ومظبوط جدا علشان يعني نستمتع بطعم الايس كريم. وكمان هو مش مكلف خالص. باي فاكهة موجودة عندك. عندك مثلا الكنتالوب، عندك اللي هو الخوخ، كل الموز. اي فاكهة هتبتدي انك تجمديها وتحطيها في الفريزر. بصوا ده شكله بعد ما اتجمد. زي ما قلت لحضراتكم انا سبته 4 ساعات، بس هو من ساعة واحدة بس هنطلعه وناكله على طول. ان شاء الله هعمل معاكم آه كذا نوع للايس كريم ان شاء الله يعجبكم في الفترة الجاية بإذن الله. كمان الايس كريم ده بقى بصوا اللون بتاعه روعة جدا، وكمان يعني طعمه كان فوق الوصف. انا بقى الايس كريم يعني اللي حبيته اكتر المانجا علشان كريمي اكتر.
طعمها كمان حلو قوي. انما الفراولة طبعا بتكون مجمدة اكتر، فبتحسي يعني بتاخد وقت على التلج بتاعها، ما بيسيح. لكن المانجا بتبتدي ان هي تسيح بسرعة. ده طبعا رأيي الشخصي، ممكن حد تاني يكون بيحب الفراولة اكتر. فدي طبعا أذواق. بس هما الاتنين حلوين جدا، طعمهم حلو قوي. وكمان حاجة بقى انت عاملاها في بيتك، يعني ضامنة بقى ايه كل حاجة انت بتحطيها فيها. وكمان الأطفال هيعشقوا الوصفة دي، هيحبوا طبعا كل وصفات الآيس كريم اللي انت هتقدميها. بصوا بقى، انا هنا عملت يعني حطيتها بقى في كوباية كده. طبعا الباقي هنعينه تاني في الفريزر، وهنطلعه قبل ما نيجي نقدمه ب5 دقايق، يبتدي ان هو يفك بس شوية. وبعدين نحطه بقى في الأطباق أو كوبايات. وفي كمان كوبايات للآيس كريم، لو متوفرة عندك هتبتدي انك تحطي فيها. بوريكم شكل الايس كريم روعة جدا، كل حاجة فيه حلوة قوي. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.